ازيكم ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايلكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده ان انا هحكي لكم قصه، والقصه عن رحله الاسراء والمعراج. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. رحلة الإسراء والمعراج هي إحدى المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت أحداثها في وقت اشتد فيه إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكانت بمثابة المكافأة له على صبره ومثابرته وتحمله أذى كفار قريش. والمقصود بالإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود إلى أعلاه. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ومعه البوراق. والبوراق هي دابة بين البغل والحمار، لها جناحان، ركبها صلى الله عليه وسلم ليذهب بصحبة جبريل في رحلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وهي رحلة تستغرق في ذاك الزمن شهورا طويلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعها في ثوان معدودة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وهناك التقى جميع الأنبياء من قبله وصلى بهم إماما. بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته في المسجد الأقصى، عرج به إلى السماء، أي صعد إلى كل من السماوات السبع، وبكل سماء التقى نبيا من الأنبياء، فالتقى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام. رحبوا به جميعا وأقروا بنبوته، أي اعترفوا بنبوته وصدقوا عليها. وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة، وبعدها عرض على الله عز وجل، وهناك فرض تعالى على المسلمين الصلاة. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة صباحا، وحين أخبر الكفار برحلته إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماء كذبوه، وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فأظهره له الله تعالى فوصفه وصفا دقيقا، لكنهم رغم ذلك أصروا على تكذيبهم. ذهب المشركون إلى أبي بكر رضي الله عنه وسألوه إن كان يصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، فرد عليهم بأنه يصدقه في نزول الوحي من السماء، فكيف له أن يكذبه وقد صدقه في أنه نبي مرسل يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. ومن هنا سمي أبو بكر الصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن سأخبركم معلومة مهمة جدا. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام. وبكده تكون قصتنا خلصت. قولولي بقى في التعليقات انتم اتعلمتوا ايه من قصة رحلة الإسراء والمعراج. يلا أشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.